ما اضطرش ان انا اكسر فيما بعد ما بكون شطبت وعملت، فبتبقى كل حاجه معمول حسابها من البدايه يعني. طيب ندخل في الاوضه اللي بعدها. هنا في سرير واحد بس، سرير كبير، غرفه البنوته. طبعا هنا ليه معمول كده؟ كنا واقفين هنا لحد المطبخ وشرحنا تقريبا كل التفاصيل اللي فيه، وزي ما قلت لك المخارج اللي فوق دي بتاعه الاناره بتاعه العلب العلويه. تمام. بس فمعايا تقريبا المطبخ ما فيش حاجه متسابه فيه ان شاء الله يعني، كل حاجه متوضحه. طيب نبدا بالغرفه دي. الغرفه دي معايا فيها سريرين، ده هيبقى مكان السرير الاول وده مكان السرير الثاني، وده البرايز اللي فوق الكومود بحيث اني اتحكم في الاناره بتاعتي من السقف من هنا، وكمان يبقى فيه برايز اضافيه ليا. كل اوضه فيها مخرج تليفون. طبعا اي حاجه فيها تلفزيون زي كده لو تفتكر في الدين ده المفروض مكان تلفزيون برده متاسس له نفس المجموعه اللي بره بالظبط، تيار خفيف يمين وشمال بالمواسير ال 32، ومعانا هنا الباور هنا اهو. وده نفس القصه برده، ده مكتب متاسس له برده كهرباء ونت ومش طبعا كده كده في واي فاي بره، ممكن يعمل اكسس بوينت بعد كده مفيش مشكله خالص. لكن ده هنا تاسيس النت اللي هو السلك. تمام. ودي وحدات الاناره بتاعتي هنا اهي، وده هيبقى مكان الدولاب زي الديزاين بالظبط. وبرده مخارج التكييف بتاعتي هنا اهي، ده التكييف هنا على الكباس، ونفس الكلام برده في الصرف بتاعنا اهو متاسس برده للتكييف. طيب ليه هنا عاملين كده وليه هنا مودين سلك على الكباس؟ ده لان هنا الجهاز هيبقى هنا باك تو باك. باك تو باك يعني الفانه هنا والكباس وراها على طول، فمش محتاجين ناسس فريون. يعني الاجهزه دي طبعا مش متاسس لها فريون، لكن عملنا هنا ماسوره جهزناها وعملناها بحيث ان هي ما اضطرش ان انا اكسر فيما بعد ما بكون شطبت وعملت، فبتبقى كل حاجه معمول حسابها من البدايه يعني. طيب ندخل في الاوضه اللي بعدها. هنا في سرير واحد بس، سرير كبير، غرفه البنوته. طبعا هنا ليه معمول كده؟ ليه ما فيش برايز؟ لان ده فيما بعد هيركب هنا جيبسون بورد، وهيبقى في ليد لايت لفوق لو انت رجعت للديزاين، وهنا هيبقى في ارفف كده في الخوارنقات دي. تمام. بحيث ان احنا نحقق التصميم برضو ان شاء الله باذن الله يعني. ده بالنسبه للمكان السرير. طبعا زي ما قلت لك هنا هيتاسس معايا برضو وحدات اناره، يعني الاناره اقدر اتحكم فيها من هنا او اتحكم فيها من جنبي، اللي هو المفاتيح اللي انا شرحتها لك قبل كده. خلاص زي ما قلت لك احنا مؤسسين هنا الخراطيم اضافيه تمام للخوارنقات دي، يبقى كل حاجه متنوره باضاءه، حتى ظهر السرير نفس الكلام. مكان الماسوره بتاعه التكييف. خلاص. طبعا خارج معاها خرطوم الكهرباء اهو، ده اللي هو الخرطوم الاضافي. تمام. طيب دي نفس الكلام برضو، في هنا مكتبه فمتاسس لها برضو، اللي على اليمين هنا كهرباء واللي على الشمال هنا نت وتليفون. وهنا نفس الكلام برضو، مجموعه التلفزيون هنا النت بتاعي والكابلات الاتش دي، واللي على اليمين برضو الباور، هو نفس الكلام يعني. وهنا اهو ده مكان الكباس اهو. خلاص احنا هنا ساحبين السلك على الكباس، ومعايا خرطوم فاضي اهو، ده رايح داخل ماشي مع الفانه، فاقدر اسحبه على الفانه واقدر اسحبه على الكباس. طيب نشوف الحمام كده. طيب هنا ده صندوق الدفن، الصندوق بيجي كامل بحاجته كلها كامله جاهزه، وده مكان البيبه. تمام. وده مكان السخان، وده الكهرباء بتاعه السخان، والكهرباء بتاعه الشفاط بتاع اللي هيكون في الشباك، وده الخرطوم بتاع اناره السقف التاسيس بتاعه. وهنا طبعا الاناره بتاعه الحمام، اول ما اخش على اليمين هنا الاناره بتاعتي. خلاص. وزي ما شرحت لك بقى هنا صندوق الدفن، وهنا السخان. غاز بقى كهرباء مش هتفرق. ده مكان الحوض اهو، وده مخرج الاناره بتاع المرايه، ودي البريزه اللي هستخدمها ايا كان بقى حلاقه دقن سشوار ايا كان الوضع. ده مكان صرف شاور، وده الخلاط بتاع الشاور اهو. تمام. وده الخوارنقات اللي موجوده في الديزاين، وطبعا ليها اناره الخراطيم بتاعتها اهي، والاناره دي مسحوبه للسقف عشان يكون الترانس بتاعها في السقف. خلاص. عشان طبعا التهويه والكلام ده كله. طيب ده ايه؟ ده مخرج اناره برضو للدولاب اللي هيجي هنا، في دولاب المفروض هيجي هنا سمكه صغير يعني، خروجه مش كبير، خروجه حوالي 15 سم ان شاء الله معانا.